اليوم ان شاء الله غادي تعرفوا معنا الاثمنه ديال الزيتون، الثمن ديال الزيت، وكذلك شنو كاين في الروندمون. غتعرفوا معنا التفاصيل اخوتي. الثمن راه بدا طالع وتيغلى، الله يحسن العوان. خليكم معنا وتبعوا معنا الفيديوهات التاليه ان شاء الله. وما تنساوش دائما اخوتي تشجعونا بالاشتراك في القناه ودعمونا بشي كومونتير زوين وتبارطاجيو الفيديو باش تعمل فائده للجميع. وتحياتي لجميع المتتبعين داخل وخارج ارض الوطن. السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيان؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وتكونوا في صحه جيده وفي احسن الاحوال. كما كتشوفوا معنا هذا النهار هذا ان شاء الله وبتاريخ اليوم اللي هو 25 شهر 11 2023 غادي نشارك معكم هذا الفيديو هذا بخصوص اثمنه الزيتون، شنو كان في الروندمون والثمن الزيت. هادشي اللي غتعرفوا معنا اخوتي. يعني الله يحسن العوان، كنحسنوا العوان للجميع. الزيتون راه غلا، الزيتون راه غلا، الثمن ديالو راه طلع بزاف، الله يحسن العوان. ولكن اللي كنبغيو نشاركوا معكم المعلومه باش الناس اللي بعد ما يشقاوش ويكونوا عوان على داك الثمن اللي كان. الزيتون راه غلا والله يحسن العوان، حنا راه كنحسنوا العوان لينا وللجميع، وداك الشيء اللي ما تنبغيوش لراسنا ما نبغيوش لاي واحد صراحه. هادشي علاش كنشارك معكم اخوتي الفيديوهات والاثمنه اليوميه، وبزاف الانتقادات كنلقاوهم، ولكن هذه راه حقيقه. راه كنشارك معكم هاد المعلومات باش تعرفوا بان الزيتون غلا في المنطقه ديالنا. دابا الزيتون راه داير 13 درهم للكيلو، 260 ريال الكيلو، والزيت راه تزادت فيها 5 دراهم في الليطره. الزيت كانت دايره 15 100 يعني 75 درهم، ولات دايره دابا 80 درهم الليطره. اما الروندمون راه كنقول لكم اللي عطا الله اخوتي، الروندمون راه من 14 الفوق، راه هذا هو اللي كاين. راه ما كنبغيوش نكذبوا على الناس ونقول لكم كتعطي 18 ويجي الانسان وما تعطيش 18 ونوليو ما مزيانينش. راه كنقول لكم داكشي اللي كنحضروا عليه، داكشي اللي كنشوفوه. الاغلبيه كاينه 15 16 كاينه، ولكن راه كاينه حتى 14 لتر في القنطار، 14 15 18 20، وحالات استثنائيه كتكون 24 27 حالات استثنائيه. يعني قليل فين كتكون هذاك الشيء، تيكون حاله استثنائيه فين كتوصل الروندمون 24 26 27، باش نكونوا واقعيين اخوتي. ولهذا انا دائما كنقول لكم راه الروندمون هذا العام هذا راه مبدله، راه ماشي بحال السنين اللي فاتت. هذا العام الشتا كاينه قليله، ما صبتش الشتا بزاف، يعني الشتا قليله، الشجر ما شربش. مثلا هذاك المرقد كان العام اللي فات كان تيعطي 26 لتر، ومثلا هذا العام راه ما كاينش هذاك المرقد، ما كيعطيش 26 لتر. علاش؟ لان الشتا قليله. هذا هو اللي كنبغيو نوصلوا لكم باش تعرفوا شنو وقع. وراه بزاف الناس حريفيه وضاخوا هذا العام، ناس حريفيه، ناس بياعوا شرايه واشتراو فيرمات كانوا فيهم، يعني كانوا كيعطيو الزيتون ديالهم، كيعطي الزيت مزيان، وهذا العام ما كاينش الزيت سبحان الله العظيم. هذا هو الاشكال اخوتي اللي راه واقع، وجميع الناس راه عارفين هذا الشيء، الناس حريفيه عارفين هذا الشيء، واللي ما عارفش كنشاركوا معاه المعلومه باش يعرف اللي كاين. وانا دائما كنفكر يعني راه كنحسنوا العوان للناس اللي بعاد. الراجل يجي عندك من الرباط ولا من سلا ولا من الدار البيضاء ولا من طنجه، المهم من جميع انحاء المغرب، من بلاصه بعيده، ويجي عندك مسكين ويلقى روندمون، يقول شي روندمون، ويلقى روندمون لا حشومه. على داك الشيء علاش كنقول لكم الحقيقه، راه هذه هي الحقيقه اخوتي. راه ما غاديش نزيدو وما غاديش نقصو، واللي في الرزق راه كتلحق. المهم انا كان هذا النهار يعني غندير لكم هذا الفيديو قصير غير باش تعرفوا يعني التفاصيل والمعلومات اللي عطا الله بخصوص الزيتون. واما اللي بغى الزيت، اخوتي مرحبا والف مرحبا، صيفطوها له حتى لعنده. اللي بغى يشري الزيتون مرحبا، ولكن انا تنقول لكم شنو كاين، الثمن راه طلع باش تعرفوا اللي عطا الله اخوتي. اللي بغى زيت نصيفطوها له مرحبا، اللي بغى يجي نمشيو معاه نوقفوا معاه يشري الزيتون ونديوه المعصره ويعصر زيتون من نهارو مرحبا. هادشي اللي كنقول لكم كنقولوه وقادين عليه اخوتي، وهذا هو اللي عطا الله بخصوص هذا الفيديو لهذا النهار. اما بالنسبه للاخوه اللي كيسولوني على جوده الزيت، اي واحد صيفط له الزيت راه كنضمن له جوده الزيت. علاش؟ لان كنطحنها على يدي، راه ما كايناش شي حاجه يعني كنشريها ولا كنطحن داك الشيء، يعني كنوقف على الزيتون بيدي وكنعصرو من المعصره وكنديروه في البيدوزات وكنصيفطو للناس. هادشي اللي كاين، يعني كنضمن لك الجوده 100% لاي واحد. واما بالنسبه للاخوه اللي تيقول لي واش ممكن يعني تصيفط لنا الزيت ولا ممكن يعني نتواصلوا، اي واحد مرحبا. بزاف الناس يقولوا علاش ما كديرناش النمره في الفيديو، راه ما كنديرش النمره اخوتي في الفيديو، اللي بغى النمره كنصيفطها له في كومونتير. هادشي اللي كاين. علاش؟ لان كنا كنديروها في الفيديو اخوتي، كيتصلوا بينا شي وحدين ما عندهم يعني لا حول ولا قوه الا بالله، ما نهضروا كيبداو يخسروا الهضره وبزاف د الحوايج. هذاك الشيء علاش ما كنديرش النمره في الفيديو، لان بزاف الاخوان تيقولوا دير النمره في الفيديو، راه ما كنبغيش نديرها. راه كاين اللي تيكون غير جالس وتيجبد التليفون وتيبدا يصوني عليك ويخسر لك الهضره ويقول لك شي حوايج ما كاينينش. ما كنبغيوش نحطوها في الفيديو، كنضطر الى طلبها لي شي واحد راه كنصيفطها له في كومونتير اخوتي. وهادشي اللي كاين، واللي بغى يجي مرحبا والف مرحبا على راسي وعينيا، ما كاين حتى شي اشكال. نوقفوا معاه، نمشيو نشريو معاه الزيتون، نديو الماء عصري يعصر الزيتون
ويدير رزقو معاه من نهارو. هادي راه كنقولوها وقادين بها. اما بالنسبه للاخوه اللي تيقولوا لي على الاثمنه خوتي راه غادا وكتزاد، انا تنقول لكم المنطقه ديال المهايه بين فاس ومكناس ثمن الزيتون راه داير 13 درهم، ثمن الزيت راه دايره 80 درهم. راه كانت الزيتون كان داير، كان بدا هنايا في المنطقه يلاه 8 ديال الدراهم، دابا هو واصل 13 درهم. الزيت كانت 75، دابا راه زادت فيها 5 دراهم، راه ولات 80 درهم لان الزيتون غلا. وهذا الشيء اللي عطا الله اخوتي حنا كنشاركوا معكم اللي قسم الله، داك الشيء المعلومات باش الانسان يعرف اللي عطا الله ويعرفوا الاثمنه الحقيقيه. حنا راه ما تنكذبوش عليكم ولا شي حاجه، تنقول لكم داك الشيء شراح ملح، داك الشيء اللي غتلقاو حقيقه. راه ماشي كنوهمكم نقول لكم راه كاين الروند ما كتعطيه 20 وتجي لهنا وما تعطيكش 20، لا. تنقول لكم داك الشيء اللي كنحضروا عليه، الحاجه اللي يعني المتوسطه اللي كاينه يوميا. راه كاينه 14 15 16 15 بزاف، كاينه 18، كاينه 20، كاينه 21، ولكن استثنائيا فين كتفوت ال 20، استثنائيات 24 27 حالات استثنائيه ديال الروندما. المهم اخوتي هادشي اللي عطا الله، ونتمنى هذا الفيديو يكون في المتناول. وكنوجه التحيه والتقدير لجميع الناس اللي تاقوا فينا وصيفطوا لنا فلوسهم، ورحنا صيفطنا لهم الامانه ديالهم الحمد لله وصلاتهم في امان الله وحفظه. وكنشكرهم جزيل الشكر على الثقه اللي داروا فينا، وكنشكر جميع المتتبعين اللي كيتابعونا وكيدعمونا كذلك. شكرا لكم اخوتي وجزاكم الله كل خير، والله يجعلها في ميزان حسناتكم ان شاء الله. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى نكونوا عند حسن الظن. بالنسبه لبعض الاخوان تيسولوني على الزيتون تيكون خضر. الزيتون ملي تيكون خضر انا نقول لكم علاش الزيتون تيكون خضر. الشجره ملي كتكون غاله، يعني غاله بزاف، يعني والده تبارك الله، ها انتم كما كتشوفوا تيكون الزيتون ديالها خضر. هادشي علاش تيكون الزيتونه كلها خضراء، كتكون غاله بزاف. ها هي كما كتشوفوا تبارك الله، ها انتم كتكون الشجره غاله بكثره. ها هي كيكون الزيتون ديالها خضر. والشجره ملي كتكون غير رشه، يعني فيها غير واحد البركه قليله، كيكون الزيتون ديالها كحل. ها انتم هذا الشيء نوريكم تطبيقي. الشجره ملي كتكون غاله يعني فيها غير واحد البركه، كيكون الحب ديالها كحل. ها هو كلشي قدامكم اخوتي كما كتشوفوا انتم. يعني هذه فيها ما والداش بحال الشجره الاخرى، هادو ما الشجره الاخرى. ها هي شوفوا الزيتون ديالها، الحب ديالها كيفاش داير خضر. علاش؟ لانها غاله تبارك الله. وهذه ها انتم ها اللون ديالها كيفاش داير. ها انتم كان باش تعرفوا يعني تعرفوا الفرق شنو هو. وهذا هو اللي عطا الله بخصوص هذا الفيديو لهذا النهار. نتمنى يكون في المتناول، وما تنساوش اخوتي دائما تشجعونا بالاشتراك في القناه وتدعمونا بشي كومونتير زوين وتبارطاجيو الفيديو باش يعمل فائده للجميع. وعاونوا اخوكم اخوتي بالبارطاج وبلي لايك، وكذلك شاركوا معنا في القناه. والله يجازيكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي للجميع.